بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. النهارده بقى انا هعمل لكم وصفة الدبابيس الفراخ بالبصل المكرمل. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، وحاجة كده بسيطة يعني روتين بسيط كده هكمل فيه تعبئة المشتروات بتاعة الشهر. بس فضلا وليس امرا منك، لو اول مره بتشوفيني انزلي كده حطي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك باذن الله كل الاشعارات اللي بنزلها اول باول. وتعالوا بقى كده بينا نسمي الله واشوف انا كان معايا ايه. انا كان عندي الدولاب الصغير ده كنت بحط فيه يعني هدوم للولاد، فانا قلت لا انا هستغله، لان بما ان المطبخ بتاعي صغير ومش عارفه صراحه استغل فيه حاجات كتير يعني مساحه كتير، فقلت لا انا هستخدم بقى ده، هعمله يعني ايه دولاب خزين. هو قديم شويه بس انا بفكر ان انا يعني ادهنه كده باذن الله. هو مش انا مسحته بس هو بقى فضل على كده، قلت مش مشكله انا هستعمله كده احط فيه الخزين بتاع الحاجات بتاعتي يعني بتاعت الشهر، عشان انا مش لاقيه لها صراحه مكان خالص. وطبعا مش هعرف ان انا احطها في اي حته تانية، فانا لما استغليت ده قلت صراحه طلع جميل جدا ما شاء الله وخد كل حاجه معايا. فبس يا حبايبي هبدا بقى ارص شويه الحاجات اللي كانوا فاضلين معايا. انا كنت عبيت كل حاجه في اللي هي الفيديو اللي كان نازل من يومين ده، كنت معبيه كل حاجه فيه في البرطمانات. فاضل بقى الحاجات اللي هي الاكياس، السكر، المكرونه، وفي كمان اللي هي البقوليات دي اللي انا باذن الله هنزل لكم بقى الوصفات بتاعتها على طول. انا ما رضيتش اعبيها في برطمانات علشان هستخدمها على طول وهفرزها معاكم باذن الله في الفيديوهات اللي جايه. فبس كده بدات بقى ان انا احط، لقيت السكر ده هيبقى تقيل في الرف اللي فوق، خايفه كده حد من ولادي يعني يحركه. حتى انا لدرجه ان انا الباب بتاعه ضيرت وشه الناحيه التانية، يعني ضيرت وشه للحيطه. شايفين لدرجه ايه؟ لان الولاد الله المستعان الله يهديهم يا رب. زي ما احنا شايفين هبدا بقى ان انا هحط السكر ده في الرف اللي تحت تاني. هنشوف دلوقتي باذن الله مع بعض يعني المنظر الاخير، لان انا خلاص رتبتهم بقى ان انا حطيت كده التقيل تحت عشان الرف ما يقعش ولا حاجه، لان هي خفيفه برده مش تقيل. بس كده حطيت بقى كل حاجتي، وكمان حطيت البرطمان اللي هو بتاع الجبنه القديمه ده، الاكياس بتاعه البقوليات دي كلها، العدس بقى واللوبيا والفاصوليا والحاجات دي. بس كده هدير بقى وشه الناحيه التانية كمان عشان ما اخليش زي ما قلت لكم الباب بتاعه اللي بره الولاد يلعبوا فيه وكل شويه يفتحوه هيبوظوا الاكياس خالص. كده خلاص خلصت دي اللي كانت ناقصه، بس المقطع ده اللي كان ناقص من الفيديو اللي هو كان بتاع المشتروات ده. تعالوا بقى كده بينا، طلعت كده طبق من الفريزر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في الفيديو بتاع تفريزات الفراخ. طلعت كده طبق من الدبابيس وهنزل بقى عليهم معايا شويه كده من البصل المكرمل، هعملها بطريقه جميله جدا ما شاء الله. معايا كده شويه يعني حبه بصل حلوين، حوالي 5 أو 6 بصلات، ومقطعاهم كده شرايح جوانح زي ما احنا شايفين مع بعض. بس ومعايا بقى كمان المكونات بتاعتي، معايا شوية توابل، معايا ملح وفلفل وكاري وبهارات فراخ وكركم، وكمان شوية من البابريكا وتوم باودر وبصل باودر، ومعايا كمان فص من التوم. بس كده حبايبي، ومعايا بقى معلقتين من السكر. تعالوا بقى اقول لكم على الطريقه بالظبط. انا معلش المقطع كان جري مني خالص، فانا هديته على الاخر عشان اشرح لكم الموضوع. بس كده انا جبت طاسه على النار. لو انت عندك معلقتين من الصويا صوص هيبقى ما شاء الله عليه جميل، بس انا ما كانش عندي فطبعا مش هوقف نفسي. هستخدم بدلها معلقتين عسل اسود. جبت كده الطاسه على النار وهنزلت فيها بمعلقتين من السمنه او سمنه على زيت، اي ماده دهنيه عندك، زبده المتوفر عندك. بس لو هتحطي زبده حطي معاها معلقه كده من الزيت عشان ما تتحرقش. ونسيت اقول لكم في التوابل حطي نص معلقه من الزعتر بتخليها جميله، او روزماري، يعني اي حاجه من الاتنين هتقضي. ومكعب كمان من المرق ممكن تحطيه دلوقتي، انا فركته وحطيته مع التوابل، وممكن دلوقتي برضه هقولك تحطي مكعب الدجاج امتى. بس كده نزلت كده بالماده الدهنيه، ونزلت عليها بمعلقتين السكر، وبدات ان انا اقلب فيهم لحد ما اخد لون ذهبي معايا. ونزلت عليه بالبصل، فضلت اقلب في البصل رايح جاي، ونزلت عليه شويه من فلفل الشرايح، فلفل اخضر، فلفل الوان، فلفل حامي بارد المتوفر عندك، مفيش حاجه هتوقفك خالص. مش متوفر خالص مفيش برضو اي مشكله. بس كده حبايبي بدأت بقى ان انا اقلب كل المكونات مع بعضها، وبعدين نزلت عليها بالتوابل زي ما احنا شايفين لحد ما دمجت التوابل كلها مع البصل وقلبتهم كويس جدا، ونزلت بقى عليهم بالمعلقتين العسل وقلبتهم، اللون تغير تماما. بس كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين وصلوا كده لحد المرحلة دي، طبعا لا هي مستوية ولا حاجة. كمية بقى البصل اللي معايا اللي متكرملة في الصوص بتاع العسل بالسكر، ما تخافوش السكر مش هيأثر خالص، اظبطي الملح مع السكر. وطلعت بقى الدبابيس، ممكن الوصفة دي تستخدم في فرخة كاملة، في أوراق، في صدور، في دبابيس، في أي حاجة، ممكن في أجنحة كمان هتبقى ما شاء الله عليها.
ورصيت الدبابيس بقى بشكل كويس جدا كده، ودعكت بيهم بكميه البصل كلها زي ما احنا شايفين. جبت بقى كوبايه من الميه المغليه او ميه عاديه خالص مفيش مشكله. ممكن بقى في الوقت ده ان انت تدوبي عليها مرقه الدجاج، كده هتبقى يعني كأن معاكي كوبايه من الشوربه. لو انت عندك ما تحطيش خالص. ودخلتها على الفرن وغطيتها ودخلتها لحد ما اخدت 3/4 سوا، طلعتها بقى او سوا كامل مفيش مشكله. معايا كنت عامله في الوقت ده مكرونه. طبعا الاكله دي زي ما تحبي تاكلي معاها اي حاجه مفيش مشكله خالص. حابه كده تعملي رز بشعريه مفيش مشكله، حابه تعملي عيش بلدي، حابه تعملي مكرونه، اللي انت تحبيه اعمليه مفيش اي مشكله. جبت كده خدت معلقه من الصلصه اللي انا كنت مسبكاها للمكرونه، وهي طبعا يعني بالزيت بالسمنه بتوابلها بكله. لو انت ما عندكيش هاتي معلقه من الصلصه، حطي عليها معلقتين من الزيت او من الصوص اللي نازل كمان، وادهني بقى بيها الفراخ كده عشان تحمر وتكرمل اكتر واكتر، واديها بقى لون الشوي الفظيع ده. ندخلها الفرن تاني تحت الشوايه هتطلع. اوعوا تفكروا ان هي محروقه، انا كنت مبعده الكاميرا. هقرب لكم بقى دلوقتي اللون تحفه ما شاء الله، حاجه اللهم بارك، جميله جميله جميله، تستاهل التجربه فعلا، وحاجه كده تحفه اللهم بارك. الصوص بتاع البصل ده طعم البصل المكرمل خطير، ولا السكر ولا العسل مأثر فيه خالص. الطعم فيه تسكيره كده رهيبه بتوديكي في حته تانية خالص. قلبتها برضو هدخلها على الفرن تاخد لون كمان عشان اللي يمسك كده قطعة الدبوس ده يبقى من ورا يعني من قدام ومن ورا نفس اللون ما شاء الله. بس كده حبايبي قدمت بقى معاها شوية من المكرونة. كمان ولادي بيحبوا يعني شوربة لسان عصفور، فعملت لهم شوية شوربة لسان عصفور وطبق كده سلطة شوية بطاطس. جرنشي بقى الدنيا اللي انت عايزاها. حابة تحطيها كده مع شوية عيش بلدي الدنيا هتقضي وهتبقى غدوة زي الفل. يبقى من شوية دبابيس، ولو انت عندك أجنحة من الدجاج ممكن تعملي بيها نفس الوصفة مش هتقول لا. يعني وصفة موفرة وجميلة ما شاء الله عليها، وحاجة كده الله أكبر عليها اللهم بارك، جميلة ما شاء الله، تستاهل التجربة. يا رب يا حبايبي الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وكل فيديوهاتي تكون عجبتكم، وإن شاء الله إن شاء الله هنزل لكم وصفات أكتر وأكتر ومكملين مع بعض يا أحلى متابعين في الدنيا. وأسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.